واحد بيسأل اشتري الاوبو رينو 16 الجديد ولا اجيب الفيفو في 70؟ ده اكتر سؤال بيجيلي دلوقتي. انا جربت الموبايلين، تعال اديلك الخلاصه وهقول لك نصيحه مهمه قوي في اخر الفيديو. نبدا بالشاشه اللي الفيفو يكسب فيها، علشان الشاشه مقاسها اكبر فدي حاجه بتعجب ناس كتير، وكمان سطوعها الفعلي اعلى تحت الشمس. انما كتجربه صوت ستيريو فالرينو صوته احلى بكتير من الفيفو، وكمان تجربه الكتابه على الكيبورد والهابتكس فيه احسن شويه. بس الفيفو بصمته التراسونيك وده نوع اسرع شويه من البصمه الاوبتيكال اللي موجوده في الرينو، بس والله الرينو مش وحش يعني. كبطاريات فالمفروض ان الرينو اكبر شويه 6700 من الفيفو 6500، بس كاداء فعلي مش هتحس باي فرق ما بينهم، الاثنين ممتازين. وعلى جانب سرعه الشحن ففيفو معاه شاحن اسرع شويه 90 واط من ال 80 واط اللي جاي مع الرينو. اما الكاميرات فهي هنا اذواق وهنختلف فيها مع بعض شويه. الاثنين بيطلعوا صور حلوه قوي، بلوك صور مختلف شويه. الفيفو كونتراست عالي، تفاصيل او شاربنس اعلى. الرينو بيظبط قوي البشره وبيخلي شكلها احلى. اختار اللي يعجبك، انا رايي الشخصي بميل للفيفو اكتر. بس هنا في نقطه تفوق للرينو، ان هو بيصور 4K 60 فريم بالعدسه الالترا وايد الجديده ال 50 ميجا بكسل. اما تجربه الاداء فالموبايلين جايين بنفس المعالج سناب دراجون 7 جين 4. الفيفو ذاكره تخزين اسرع يو اف اس 4.1 من الرينو 3.1. على ارض الواقع اداء الموبايلين ممتاز جدا ومفيش فرق جوهري ما بينهم، واصلا في ناس كتيره بتفضل سوفت وير الرينو عن الفيفو، وكمان هو جايب 5 سنين تحديثات اندرويد اكتر من الفيفو اللي 4 سنين تحديثات اندرويد. وعلى فكره الاثنين بيشغلوا ببجي دلوقتي 90 فريم. ايوه حتى الفيفو وصل له تحديث وخلاه 90 فريم. كده انت عرفت الفرق ما بينهم. عاوز رايي اشتري اللي تلاقيه بسعر احسن، لان الاسعار متفاوته جدا اليومين دول. ولو عاوز توفر هات الرينو 15 القديم، هيدي لك نفس التجربه تقريبا، بس بشرط انه يكون بسعر اقل من الموبايلين دول بفرق واضح. ولو عاوز بقى معالج اقوى وتجربه جيمنج احسن فيا اما تجيب الشاومي 17 تي الجديد او تجيب الاونر 400 برو القديم لو لقيته جديد متبرشم بسعر حلو. ده كان رايي، مستني اعرف رايك، وما تنساش تتابعني علشان تشوف كل جديد.